بداية الفيلم كنشوفو مهدي وصاحبو حميد مطايفين على الإحداثيات ديال واحد الدوار في العروبية، باغيين يمشيو لعندهم حيت مصيفطاهم لاجونس اللي خدامين فيها باش يرجعوا الكريدي ديال الفلوس، حيت كاينين اللي ما خلصوش هذه مدة طويلة. فيلم من إخراج فوزي بن سعيدي وبطولة كل من فهد بن شمسي وعبد الله الطالبي. ومن بعد ما وصلوا للدوار حميد دق الباب على واحد الناس وهي تخرج عنده هاد السيدة، سولها واش انت هي مرات حمو أزلماط، وجاوباتو باللي هي الزوجة ديالو، ولكن ما كاينش دابا في الدار. حميد علمها باللي راجلها مسلف 2 مليون وانه ما بقاش كيخلص هذه مدة طويلة، بحكم هي سيدة أمازيغية عارفة غير الشلحة. جا ولدها محمد باش يترجم ليهم شنو كتقول، صيفطات بنتها عيشة باش تعيط على باها يجي يتفاهم معاهم حيت هو اللي مكلف بهاد الدوسي، وانه دابا المبلغ اللي مازال عليكم دين هو 1,040,000. سولها حميد شنو داروا ب2 مليون وهي تجاوبو نكا ثم غراء الفرح ممي. ترجم ليهم ولدها محمد وانه داروا العرس لولدها الكبير. عيشة جات هي والاب ديالها قدم ليهم حمو أزلماط نفسه وشرح ليهم باللي كيدوز من واحد الظرفيه صعيبه هي اللي خلاتو ما قادرش يدفع ويخلص الكريدي اللي عليه. محمد جاب ليهم زربيه باش يعاودوا فيها البيع، ومهدي خدم 100 درهم اللي كاينه عند حمو اللي كتطلع وكتنزل في جيبو، وفهم ليه انه الا ما دفعش داكشي اللي مازال كتسال ليهم لاجونس فغادي يتخذوا معاهم اجراءات مشدده يقدر يلوحوا للزنقه هو وولادو. حميد ومهدي من اكبر النصابه اللي كاينين في لاجونس وكينصبوا على الناس بحجه انهم كيعرفوا القانون. غادي يقطعوا القنطره باش يمشيو عند واحد الشخص الثاني اللي عندهم في اللائحه اللي سميتو عسو. بعد ما سولوا هذا السيد على عسو قال لهم باللي هو خدام هنا في هذا المنجم، عيطوا عليه هو يجي عندهم. سولوه علاش ما خلصتيش 1.5 مليون ديال الكريدي، وجاوبهم باللي كان خدام على واحد البروجي ولكن ما صدقش ليه ودار فايت، وانه دابا خدام غير باش يوفر المعيشه ليه ولولادو. محيت القضيه عيانه، مهدي شاف القضيه ناشفه وانه السيد نافض ومكمل ما عنده حتى درهم في الجيب ديالو، واتفقوا باش يديو ليه السلعه اللي جمع من المنجم يعاودوا فيها البيع. جاو لعند هاد الدوار اللي فيه نسبه الاميه كبيره، كشطوهم غمقوا عليهم بالكوستيم والكرافاطه. حميد هز معزه فوق ظهره ومهدي زربيه فوق كتافه وقاصدين السوق باش يبيعوا داكشي اللي شفروا من الناس ديال العروبيه. ومن بعد ما وصلوا السوق وباعوا السلعه مهدي كيحسب الفلوس وانه مجموع ديالها 1200 درهم. 600 درهم ضربها في الجيب ديالو وبدا يقطع من 600 الباقيه ديال صاحبو المازوط ديال الطوموبيل و150 درهم ديال المحاضر المزوره اللي جابوها معاهم. تاشات ليه غير 250 درهم قولبو ولد القاف. ولكن حميد تنادم به الحال حيت شاف صاحبو مهدي دمدومه ديال الحومه وساهل يقولبو رجع ليه فلوسو وخاصم عليه باش يجمع راسو ويولي نزق ويحيد منه هاد التبوهيل الخاوي ويكون ماضي من 2 ديال الجوايه. مشاو لواحد الاوطيل يدوزوا الليله ولا غد ليه في الصباح قصدوا واحد الدوار معزول فيه الناس على قد الحال، لا سبيطار لا مؤسسه تعليميه لا يديك لا يخليك، عندهم غير الاكسجين فابور اللي كيتنفسوه. سولوا هاد السيده على راجلها عبو ولعتات ليهم باللي هو كاين فرونو عازل عليها وعلى ولادها. عيطوا عليه وحل البيبان، السي عبو مقاد المحل ديالو، ها البوطه ها المخاد ها الملايات ابقى خاصو غير السداده ويولي عنده الصالو. سولوه على الكريدي 2 مليون مده عام ونص ما خلص فيها حتى درهم، وبدا يشكي عليهم باللي مراتو قتلاتو بالولاد وما بقاش قادر عليهم وانه جرات عليه دابا. هو ما بقاش عارف واش يخدم بهاد القصديره ولا يسكن فيها. قال لك كثرت الهم كتضحك. حميد جبد ليه دوسي ديالو وانهم عندهم ورقه من المحكمه الا ما خلص غادي يحجزوا ليه على الممتلكات ديالو، وانه عنده 48 ساعه الا ما خلصش غادي يمشي للحبس.
حميد اقترح عليه انه يصالحوه مع الزوجه ديالو، وفعلا مهدي قنعو بانه حسن ليه يرجع عند مرته ينعس معاها ويبات في الدفا، حسن ليه ما يبقى في هذه الحاله ما عندها حتى معنى، وهما يتكلفوا يبيعوا ليه هاد الحديده ومنها ياخذوا فلوسهم، وإلا شرط شي حاجه يرجعوها ليه، ومن بعد مشاو كيدقوا على واحد تاني دايرين ليهم النوبه كيتمشاو في الدوار والباب اللي بان ليهم كيدقوا عليه. المشكل انهم ما بغاوش يحلوا عليهم الباب، مولات المحل حطات سلوم مع الحيط واستطاعت انها تقطع ولادها واحد بواحد، وهما ما داو ما جابوا، ورجعوا عند عبو جابوا ليه الفلوس اللي شاط والمبلغ اللي ما كيتعداش 1000 درهم، نصبوا عليه وداو ليه فلوسه وهو ساخط وكيدعي عليهم، ضحكوا عليه مسكين. عبو ما رجع لمراته ما شد فلوسه ما تحسنات حالته، بالعكس زاد تكفسات عليه. هما يرجعوا لمدينة كازا داو الطوموبيل الميكانيك باش يصلحها وبغاو يرجعوها ديكابوطابل، حيدوا ليها السقف. حميد مشى عند نسابو حيت ناوي ياخد نادية بنتهم يتزوج بها، وباغي يستغل الفرصة يمشي مع نادية يفوج معها هاد العشية، ولكن الام ديالها حاضياهم ما خلاتهمش يمشيو بوحدهم، خافت لي ياكل ليها الحلوى ويمشي ويسمح فيها، هما يركبوا معاهم بجوج باش يردوا ليهم الباب. حميد جاب الخطيبه ديالو واحد العصير ديال الليمون ومشى مع الاب ديالها لواحد البار طومونطا جوج ويسكيات، ولكن حميد ما بغاش يشرب قدام نسيبو، وجاوبو نسيبو واش انت ما بقى لك والو طحن بنتي ومازال كتحشم مني، وبقاو يديو يجيبو في المواضيع. المهدي عنده بنت سميتها مونيا وكيعيط ليها منى، الزوجه ديالو زهيره خدامه في السونتر دابي في واحد المدينه بعيده على كازا وما كتساليش باش تقابل بنتهم، لهذا الام ديال مهدي هي اللي مكلفه بها. فاش كانوا كيتمشاو حدا البحر ديباناج دا ليهم الطوموبيل لانهم حبسوها في بلاصه انتيردي. الام ديال مهدي ما بقاتش قادره تصبر مازال على هاد الوضعيه، وانه بنته مونيه كيخصها مصروف واللي قابلها 24 سور 24، وهذا الشيء بزاف عليها. البنت كتسمع هاد الكلام وهي كتعاني في صمت والحزن باين في عينيها، واللي للاسف الشديد عندنا حالات بزاف في المجتمع اللي كيخلقوا عقد نفسيه في شخصيه الطفل. مهدي ما قبلش يتخلى على بنته، مشى عندها البيت فين كتنعس وهي شدات ليه في يديه، دليل على انه فهمات الوضعيه وانه كتبغي الاب ديالها بغض النظر على الظروف اللي هما فيها. في كل يوم في السيمانه كيتم الاجتماع ديال الموظفين ديال لاجونس باش يتم تقييم الاداء ووتيره الاشتغال، وكذلك الشيفخ دافير ديال كل واحد فيهم. المسؤوله ديالهم كتسائل علاش لي الشيفخ نازلين هذه 3 موا، وخصوصا جوج ديال الموظفين ما دخلوا حتى درهم. حميد ومهدي عطاف. مهدي قال لها مع احتراماتي انسه ميساء، ولكن راه كيجيو فينا غير التواصل مكحطين. ميساء مولات الشركه كتوعدهم بانه غادي تحسن الوضعيه الماديه ديالهم، وانه كل شخص استطاع يرجع 100 مليون لاجونس عنده 5 المليون ربح ديالو، وعطات المهدي وحميد لا ديرنيير افيرتيسمون الا ما طلعوش لي الشيفخ ديالهم فكيتسناهم الباب وما غادي يبقى عندهم حتى شي بلاصه في هاد لاجونس، هما غادي وهي تشدهم الشتا وبزقاتهم. عاودوا رجعوا السقف ديال الطوموبيل ومشاو عاود كيقلبوا على واحد السيد في واحد الدوار عاوتاني، جاو دقوا عليه نوضوه من النعاس، حلوا المحل ديال الحلاقه اللي كيخدم فيها، كيمشيو يقلبوا على الناس اللي باغا تحسن، كيعمروا الطوموبيل وكيجيبوها. حميد كيشد ليهم النوبه ويقاد ليهم الصف، ومهدي كيتخلص منهم، ومن بعد ما كملوا عطاو المول الصالون روسي بانه صافي خلص الكريدي ديالو ومشاو بحالهم. جاو عند هاد السوسي مول الحانوت، واخا عنده حانوت محشره ولكن فيها ما يتقضى، عطاهم مناضه فانطا ونص ديال الخبز فيه الطول، وبقاو يضربوا في الحوت حتى شبعوا، وعيطوا على مول الهوندا سرجا الحانوت كاملها وما خلى حتى شي حاجه فيها، حتى من
البيبان والبولات داوهم وكملوا الطريق ديالهم للدوار. وصلوا في النصاصه ديال الليل ولقاو الناس كيتجمعوا في واحد البلاصه، هما يدخلوا معاهم تما فين كيضربوا الطاسه الشقوفه والسبسي، وما كاين غير كب الكاس وزيدني المعسل وحرق السوس، وكتقول ليه زيدني شويه حتى جا عندهم واحد داخل بالعود ديالو وسط المحل وباين باللي كلشي كيخاف منه. عبدو عاود ليهم على واحد البنت اللي كان كيبغيها منين كانت عنده 18 سنه، ومع الاسف الشديد مشات وخلاتو بلا ما تعلمو. مهدي مع طلعت ليه التبويقه قال ليه انت ما فاهم التقلوه لا في العيالات ولا في كازا، غي داوي خاوي. وبقاو غاديين في واحد الكوديه كيقلبوا على البنت اللي كيبغيها عبدو، حيت رجعت من كازا دوز هاد الويكاند وهو باغي يتزوج بها، ولكن هي ما كتبادلوش نفس الاحساس. حميد كيحاول يقنع والدين سميه باش يوافقوا يزوجوها لعبدو، ولكن سميه حتى هي حمقى هزات خاوي ديال الزاج وهي تنزل عليه وزعكاتهم كاملين. مهدي ما كيحن حتى في شي واحد عكس حميد اللي فيه الانسانيه وكيبقاو فيه الناس، خصوصا اللي ما عندهمش. طاحت الظلمه وقصدوا واحد الاوطيل وسولوه خونا اللي خدام في ريسبسيون على شي بلاصه اللي فيها القحاب، حيت بغاو يزهاو وينشطوا هاد الليله، وعطاهم النمره ديال واحد القواد صوناو عليه ودبر عليهم على جوج مهمات. هادي اكبر شمس العشيه وقعت ليهم، جاب ليهم جوج مهمات كل وحده قد الشيخه تراكس. ما عجبهمش البلان اللي وقع ليهم ومشاو خلاوهم. وفي الصباح كانوا كيفطروا في واحد الستاسيون وتلاقاو مع واحد خونا يلا خارج من الحبس وباينه فيه مقود السوايع، داوا معاهم في الطوموبيل حتى وصلوا للبلاصه اللي نعات ليهم، وانه جا باش يرجع صاحبته العشيقه ديالو من واحد المجرم اللي بسببه دخل الحبس ومشات ليه، وانه خدا يطو صحه وغصبا عليها وكيعاملها بحال شي خدامه عنده. العاشق الولهان ديال يطو خدام كحله من عند باه باش يمشي يصفيها للزموري ويفك يطو من هاد السجن اللي هي فيه. جا عند الزموري ودخلوا لواحد البيت وكيهدد فيه وبانه غادي يقتلوه، ولكنه ارتكب خطا كبير حيت ما قتلوش، واخا في الحقيقه طيح ليه قيمته قدام الناس ديال القبيله. بعد سنوات من المعاناه استطاع انه يهني الناس ديال الدوار من هذا الطاغيه اللي تسلطات عليهم. خدا يطو معاه في الطوموبيل ديال حميد ومهدي اللي عطاوها ليه بشرط يرجعها ليهم بعد ما يسالي لافير ديالو. معظم الاحداث وقعت في واحد المكان معزول، لهذا تم تسميه الفيلم بالثلث الخالي. حميد وصاحبه بقاو مجلوقين في الخلا والقفار، طلعوا لواحد الجبل عالي باش يشوفوا شكون جاي وشكون غادي. بعد هاد المسيره الطويله في النصب والاحتيال تلات بيهم في هاد الحاله. يطو كتبكي حيت مازال ما صدقاتش انها تهنات من هاد العذاب ومعيشه الويل اللي كانت عايشاها اللي دوزت فيها المحاين. يطو مع صاحبها مازالين مع بعضياتهم كيحاولوا يرجعوا ولو شويه من ذكريات الماضي اللي بيناتهم، كيباتوا غير في الخلا ولكن الحب اللي بيناتهم نساهم في هذا العذاب. الشيء اللي كان كيجهلوه هو انه الزموري تابعهم وكيساين غير الفرصه المناسبه باش يصفيها لهم. سفيان بعد ما اطمأن على سلامة يطو رجع عند حميد ومهدي حيت عطاهم الكلمه وخاصو يوفي بها. جاب ليهم الفلوس اللي كان مخبأ كاملين وكل واحد خدا 7 ديال المليون، وانه الطلب ديالو هو فاش يمشيو بحالهم ياخدو يطو معاهم. سفيان فاش كان جاي لعندهم تيراه ليه الزموري وقاسو وفقد الدم من الجسم ديالو ومستحيل انه يعيش. كان وصلوا لنهايه الفيلم، سفيان بقى ملاوح في القمه ديال الجبل وحميد ومهدي غاديين بحالهم. فوزي بن سعيدي كان غادي مزيان في بدايه الفيلم ولكن النهايه ما عجبتنيش، وهذا دليل على انه مازال عندنا نقص كبير في السيناريو. لي سيناريست
لا يعقل الفيلم تخسر عليه ميزانية كبيرة وتكون نهاية ما مفهوماش ولا ما عندهاش علاقة حتى بالواقع. وحتى الفيلم في بعض الأحيان كيجيب لك الملل بقوة الصمت اللي فيه وقلة الحوارات مع بعض اللقطات الزائدة اللي حتى لو تمت إزالتها ما غاديش تفقد الفيلم حتى شي حاجة. وكنظن بأنه أحسن حاجة هي أنه لو تم تقليص مدة الفيلم لساعة واحدة مع نهاية جيدة عكس أزيد من 130 دقيقة ولكن بدون قيمة.